شوف، الله يجازيكم بخير. غير واحد التفسير لواحد النسبه او لواحد النوع ديال العيالات. بغيت غنقول لك اختي، اشنو فيها كاع الا داك الراجل تعصب وعايرك وسبك مثلا، معصب الساعات والله الضغوطات ديال الحياه ربي اللي عالم به. اشنو فيها كاع الا مشيتي انتي وطبطبتي عليه وقلتي ليه صافي سمح ليا والساعات والله وطبطبي على داك الراجل. فجات مدلوله؟ لا اختي سمحي لي، نتوما اللي مدلولات اللي ما باغينش تجمعوا شمل داركم. اما انا بالنسبه ليا الا الراجل كان معصب ولا خرج من فمو شي حاجه ما خصهاش تقال وما عاد لك خرجها، الساعات والله انا كنلتمس الاعذار للزوج ديالي حيت حتى هو كيلتمس ليا الاعذار. نبوس ليه راسو ونمشي ونطبطب عليه ونقول ليه الساعات والله وما تقنطش من رحمه الله وهذا الشيء اللي عطا الله. ولكن المشكل الكارثه الكبيره فين كاينه هو انه ما بقيتوش كتبغيو تحافظوا على البيوت ديالكم الزوجيه وتحافظوا على داركم ووليداتكم وعلى الازواج ديالكم. اللي كيهمكم هو النفس والكرامه، هي اللي خرجت عليكم وهي اللي خلاتكم اش غنقول لكم عايشين واحد العيشه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا الدعاء اللي غندعي الله يهدي بنات اليوم، الله يهديكم، الله يهدي بناتنا وبنات أمة سيدنا محمد، الله يهديكم العيالات والله يرد بيكم. راه هذاك الزوج راه ماشي شي حد غريب ولا شي حد براني، راه نهار اللي كتشاركي معاه كيكون شريكك في الحياة، في الحلوة وفي المرة، ماشي غير في الحلوة. إلا كان يحترمني وإلا كان يبغيني وإلا كان يدير لي بحال الماء القليل راه هو راجلي، وإلا كان مضغوط الساعات والله لا هو ماشي راجل. لا اختي سمحي لي، بنت الناس بنت الاصل اللي مربيه وكتعرف ما ليها وما عليها من حقوق وواجبات راه كتحاول ما امكن تجمع الشمل دارها. الا كان داك الراجل ساعات ولا كتعطيه العذر تحاولش تشتت دارها. اشنو فيها؟ علاش كتخلقوا الفتنه؟ علاش لا الا عايرني نعايرو، الا سبني نسبو، الا قالت لك الا خانني نخونو؟ استغفر الله العلي العظيم، ما شفنا بهذا وما سمعنا بهذا من قبل. اش هاد الشيء اللي ولينا كنشوفو؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الصراحه تقال ما كنعممش، لكن عاد دابا فهمت علاش الرجال ولاو كيهربوا من الزواج، حيت خرجوا عليهم مخربات البيوت على العيالات.